اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. كل سنة وانتم طيبين، ومناسبة المولد النبوي الشريف أعادوا علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الجميع يا رب بالخير واليمن والبركات. أهلا بأحلى مشاهدين في الدنيا، حبايبي وإخواتي وأصحابي وجيراني وكل اللي أعرفه، أهلا بيه في قناتي. منوريني دايما على طول وتعليقاتكم الجميلة. اللي ما تعرفنيش، أنا فادي قاسم ودي قناتي. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش وما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك والضغط على الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والفيديوهات الجديدة القادمة ان شاء الله. انا النهاردة هنعمل لكم فيديو سهل جدا وبسيط بس مهم جدا. العناب والكركديه ازاي تشيليه في بيتك من غير ما ياخد حيز كبير عندك ويفضل طازة السنة بحالها، ما يجرالوش حاجة، ما يعطبش، ما يغيرش لونه ولا طعمه. هتستفادي منه كتير، لان طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده بهايش، هو خفيف وهايش كده، بياخد مكان كبير زي حيز كبير في البيت. عشان كده جوزي جاب لي نص كيلو، بيقول لي شيليه، خدي شيليه في برطمانات ولا حاجه. اشيله في برطمان في اتنين، لا مش كميه كبيره. قلت، جات لي الفكره في ساعتها، طب ليه ما اطحنهوش؟ ليه ما جيت اطحنه بقى واحطه في الميكسر، ابص الاقيه ما بيطحنش. طب ايه السبب؟ لا لقيته مجلد خالص. قلت لا، يبقى انا احطه في الفرن 5 دقايق كده واشوف. حمت الفرن 5 دقايق وحطيته في الفرن حوالي 5 دقايق كمان. يعني قبل ما احطه سخنت الفرن حوالي 5 دقايق وحطيته في الفرن 5 دقايق كمان وطفيته، يعني كله على بعضه 10 دقايق، وسبته في الفرن كمان كام دقيقة كده وطلعته. لقيته ناشف كده وبيتكسر زي ما انتوا شايفين كده بالايد كده، مش محتاج اي حاجه. حطيته في الميكسر كمان مره وجربت، لقيته اتطحن معايا وبقى بودر كده زي الشاي بالظبط. زي ما انتم شايفين كده، ما اخدش حيز كبير. الميكسر كان مليان على اخره، حبه صغيرين خالص. عملت بقيه الكميه كلها وطحنت الكميه كلها علشان اشيله في مكان زي ما بقولك، مكان صغير ما ياخدش حيز كبير ويفضل طازه، ولونه كمان غمق معايا، بقى لونه احلى كمان من الاول. زي ما انتم شايفين كده، اخد بوله صغيره مش كبيره. وبعدين بعد كده رحت نقلته طبعا في برطمان علشان احتفظ بيه في اي مكان احطه، ما نبقاش خايفه عليه. شلته في برطمان كده، كان عندي بتاع عسل نحل فاضي ومغسول ومعقماه. رحت شلته فيه وحطيته في المطبخ معايا زي الشاي بالظبط، في اي وقت ممكن نعمل منه. هنا الكسرولة دي بتشيل 4 كوبايات مية، يعني الكوباية دي 250 ملي، يعني حوالي لتر مية. شوفوا عملته بقد ايه، بمعلقتين زي معلقة السكر بالظبط. زي ما دي معلقة سكر، مليت معلقتين مليانين كده هرمية كده وحطيته فيه وسبته وقلت اشوف بقى هيعمل لي كمية قد ايه. حطيت السكر بتاعي على قد ما انت بتحبي سكرك، كان خفيف او بتحبيه معسل. حطيت السكر بتاعي وسبته بقى يغلي بقى شوية كده على النار لغاية ما طلع اللون بتاعه. زي ما انتم شايفين كده، لونه بقى تقيل وطعمه في منتهى الروعة. ما اخدش بقى مني حلة كبيرة عشان اغليه ولا مصفى كبيرة عشان اصفيه، لا، صفيته زي ما هتشوفوا دلوقتي، صفيته بالمصفى بتاعة الشاي العادية خالص، ما اخدش معايا وقت. حبيت بقى اعمل لجوزي بقى كوبايه سخنه كده، عملت انا وهو كوبايتين سخنين كده، عشان ندوق طعمه في منتهى الروعه. لونه زي ما انتم شايفين كده غمق معايا عن الاول، طعمه في منتهى الروعه. كمان عملت منه شوب كده متلج، حطيته في التلاجة شويه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين المصفى ما فيهاش اي حاجه. التفل كله بقى في سقط كده في القعر الكسرولة، ما تعبنيش زي كل مره. طعمه في منتهى الروعه. بعدين حطيته في التلاجة بقى وحطيت له قطعتين تلج، كوبايه مشبره بقى، وطعمها خطير. يعني الساقع بالنسبه لي كان احلى من السخن الصراحه. الاتنين حلوين، بس بالنسبه في الجو السخن ده طبعا الساقع بيبقى جميل كده. ما اخدش معايا وقت وزي ما بقول لكم هشيله لغايه رمضان بقى عليكم خير. يلا اسيبكم في رعايه الله وحفظه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل. اشوفكم خير.